مساء الخير عليكم بتوقيت مصر. احنا هنا في كندا الساعة 1:30 و5. انا كنت عملت مجموعة من الفيديوهات السنة اللي فاتت بتتكلم على الطلاق المدني لأقباط مصر. اقصد طبعا بأقباط مصر اللي هم الأرثوذكس اللي تبع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية. لقيت كومنتات كتيرة جات لي على اليوتيوب. انا مش بعرف ارد على كل الكومنتات، وفي ناس طبعا كان في حالات يعني ستات وقالوا لي تواصلي معانا، فقلت لهم كلموني على الماسنجر، وفعلا في كذا حالة كلمتني على الماسنجر. في كام نقطة عايزة اوضحهم مهمين جدا. اول نقطة مش معنى ان انا بتكلم عن الطلاق للمسيحيات او المسيحيين سواء ذكورة او انوثة في مصر اللي هم الاناث والذكور ان انا بعيب في الدين المسيحي، او ان انا بقول يا جماعة الحل ان كنتوا تغيروا دين وتروحوا الاسلام مثلا. مش هو ده الحل، ماشي؟ مش هو ده الحل مبدئيا، عشان محدش يعني يزعل، وعشان خاطر الناس بتتفرج عليا وبتفهم بتعمل يعني تقريبا ترانسليت يعني، او بتفهم المعلومة بطريقة غلط. الحل انا لما اسيب دين واروح لدين تاني عشان اخلص من مشاكلي الشخصية، ده مش الحل مبدئيا، لان انا هكون انا ولا مؤمنة بالدين ده ولا مؤمنة بالدين ده. ويعني انا باخد الدين بمجرد وسيله عشان اخلص منها المشاكل الشخصيه. المفروض الدين بيعتنق لان هو عباده، ان هو اقتناع بالدين، اقتناع بتعاليم الدين ده، وايمان في القلب. استغل الدين عشان احل مشاكل الشخصيه دي ما ينفعش. انا كده بستغل الدين. اشوف الدين التاني عنده طلاق فاروحه عشان اتطلق، لا. والحل ده كان قدامي وانا في مصر واتعرض عليا من المحامي وما رضيتش، لان انا مش هغير دين ومش هستغل الدين عنده طلاق عشان اغير وعشان اروح له عشان خاطر اتطلق. يبقى انا ولا مؤمنه بالمسيحيه ولا مؤمنه بالاسلام، يبقى انا واحده ايه بلا دين. من الاخر كده بستغل الدين لمصالحي الشخصيه. يعني زي انا ناس، وده مثلا يعني تعليق على ناس كتيره بتغير دين عشان خاطر مصلحتها، سواء كانت بتروح من الاسلام للمسيحيه وبيسافروا وبيهاجروا كندا او امريكا او اوروبا ويقدموا لجوء لمجرد انهم يستخدموه فيزا، او الناس بتبقى مسيحيين ويروحوا الاسلام، واحده تبقى تعبانه في بيتها وعايزه تطلق وبتستغل الدين الاسلامي ان هي تروح وتطلق وخلاص ده مغير الدين، هي هتطلق وتخلص من الراجل اللي كانت عايشه معاه. لكن القلب ايه بقى والاعتقاد الداخلي ايه؟ لا. احنا كده ملينا الدينين، مسيحيين ومسلمين، ملينا الدينين بناس مرائيه. هو رايح الدين ده عشان خاطر ياخد مصلحه، ودي رايحه الدين ده عشان تاخد مصلحه. فاحنا كده جبنا ناس للدين، شويه ناس مرائيه، ومفيش دين بيفضل يكمل او الناس يجتذب ناس تانيين يخشوا في الدين لما يكونوا الناس اللي عايشين جوه الدين دول مرائيين. يعني ايه مرائيين؟ يعني ما همش دين. يعني ما ينفعش ابقى انا مسيحيه وانا جايه مسيحيه بس مجرد مصلحه عشان اخد فيزا، او واحد يبقى واحده تكون مسيحيه تروح الاسلام وتبقى مجرد مسلمه عشان خاطر تطلق او تهرب من اهلها. يبقى هي كده ايه يعني؟ هي كده صوره حلوه للدين؟ هي صوره حلوه للدين الاسلامي؟ واللي بقى مسيحي ده هو كده صوره حلوه لدين مسيحي عشان تاخد فيزا تيجي عشان تيجي كندا لجوء، فتقول انا اصلا مضطهد في مصر فغيرت دين؟ يعني تهريج تهريج وده مش ده الحل. الحل في القوانين، ان البلد اللي انت عايش فيها يبقى فيها قانون ما بيفرقش بين دين، بين جنس، بين لون، بين عرق. يعني انا واحده مسيحيه زي ما المسلمه تقدر تخش المحكمه وترفع قضيه خلع على طليقها على جوزها وتديله بس المهر ولا تديله الشبكه، مسيحيه لازم يكون لها نفس الحقوق. هي مواطنه مصريه في الاخر، هي مصريه. ليه بتحطوا المصريين بقى تديهم؟ لا انت مسيحيه، انت مصريه بس انت مسيحيه، فانت لازم الكنيسه بتاعتك اللي هي الكنيسه الارثوذكسيه توافق، مش اي كنيسه على فكره. يعني ما اعتقدش نفس الكلام ده بالنسبه للكنيسه الكاثوليك، او ممكن لو هي كاثوليك هيجي القانون يقول لها احنا مش هنطبق عليكي قضايا الطلاق غير لما تجيبي شهاده تغيير مله، انتي او جوزك كان شهاده تغيير مله. فانت ليه حاطط المسيحيين خانقهم في حته ان هم مش بيتعاملوا بمساواه؟ مفيش مساواه قدام القضاء للمسيحيات. يعني هم اساسا المسلمات بيعانوا في الطلاق في مصر. يعني عشان الناس اللي بتقعد تعلق وتقول لك هو الدين بتاعنا في طلاق، يا جماعه المسلمات بيعانوا ولا بيعرفوا ياخدوا نفقه في الوقت المطلوب، ما بيعرفوش يطبق عليهم قانون الحضانه، بيطردوا في الشوارع وبيتبهدلوا وبيتسحلوا. الراجل في مصر يعني لا غبار عليه بصراحه،
يعني الا ما رحم ربي في الطلاق بيطلق عياله زي ما بيطلق مراته. يعني طلاق بالنسبه للراجل المصري في الحالات اللي انا بشوفها في محاكم الاسره، في التلفزيون، في الحمد لله دلوقتي كل حاجه فاتحين الدنيا، اللي هي مش عارفه القاهره 24 مش عارفه اليوم السابع اللي طول يجيبوا ستات. الراجل عنده العقليه المينتاليتي انا طلقت الزوجه فاطلق عيالي معاها. يعني الطلاق بيبقى شامل الاطفال، باكج كده مع بعضها، يعني كومبو. زي ما بتروح كده ماكدونالدز تاخد كومبو بطاطس وحاجه ساقعه مع الساندوتش، انت لما بتطلق في مصر بتاخد كومبو، يعني بتدي الست كومبو كده، بتاخدي انت وانت وعيالك، انا مش هصرف عليكم كلكم. يعني كأن الراجل بيصرف على مراته وعياله عشان خاطر هو بيجيب اكل، فالاكل يكفينا، فانت ما بقيتيش عايشه معايا في البيت فانا مش هجيب لكم اكل. عيالك ده حبيبي دول مش قطط وكلاب انت مربيهم في البيت. يعني القطط والكلاب اللي الناس بتربيهم، وفي ناس المفروض ان انت في قطط وكلاب بتجيب لهم اكل مخصوص. انا هتكلم في طبقه اقل من كده كمان، هتكلم في واحد بيربي قطط وكلاب ومش بيجيب لهم اكل مخصوص، لا ده بيديهم بواقي الاكل اللي عنده في البيت. فبتكلم على واحد بيديهم بقايا الاكل اللي عنده. فلما القطط والكلاب دول ما يبقوش عايشين معاه، فهو طبعا مش هيديهم بقايا الاكل اللي عنده، خلاص ما بقوش عايشين معاه. فعيالك دول مش قطط وكلاب كانوا عايشين معاك في البيت بتديهم بواقي اكلك، انت بتشتري اكل فاللي يتبقوا منهم تصرف عليهم وتاكلهم، لا دول الاطفال عايشين معاك مش عايشين معاك هم مسؤوليتك. وفي مصر والدول العربيه الطفل بيتسجل باسم الاب. يعني ما اسمهوش مثلا مراتك اسمها مثلا شيماء وانت اسمك مثلا محمد، ابنك ما اسموش احمد شيماء، اسمه احمد محمد. ماشي؟ فيعني خلي عندكم الاعتقاد ده في دماغك كويس قوي وانت بتفكر انك تطلق وتشوف حياه جديده وتعرض مع مراتك وتبهدلها وتعملوا الحاجات الجميله دي في عيالكم، تطلعوا عيالكم مشوهين نفسيا، والعيال مشوهين نفسيا تطلع عيال بعد كده مشوهين نفسيا، فالمجتمع يتدحور اكتر ما هو متدحور والدنيا تبوظ على دماغنا كلنا. فيعني نحاول رفقا شويه عشان المجتمع ده يبتدي ان هو يزدهر شويه. ماشي؟ اهتموا شويه بالاسره، اهتموا شويه بالاطفال. ماشي؟ نرجع لمرجوعنا، معلش انا خدتكم في نقطه تانية. فنرجع لموضوع الطلاق. انا بطالب ان الناس كلها تطالب، اللي عندهم مشاكل واللي ما عندهمش مشاكل، ان لما يبقى في استحاله عشره بين طرفين سواء بينهم اطفال او مش بينهم اطفال، لما يلتجئوا للقضاء المصري ما يفرقش بينهم وبين الناس ست وست لمجرد ان ست في البطاقه دي مسلمه والتانيه مسيحيه، في الاخر دول مواطنين مصريين. ما ينفعش تحت سيادة دولة واحدة قانون يفرق بين الناس حسب الدين. حسب الدين دي قمة الإهانة، قمة العنصرية، قمة الدناوة في التعامل. ماشي؟ مسيحيين اللي قابلين ده وعايشين في مصر، أنا مش عارفة إزاي قادرين يعيشوا في مجتمع زي كده، في قانون بيعاملك بدناوة، بيعاملك برتبة اقل من رتبة المواطن التاني لمجرد ان انت مسيحي. يعني مهزلة، والكنيسة بتساهم في هذه المهزلة عشان تفضل متحكمة في الشعب القبطي الارثوذكسي بتاعها، فتبقى انت روحك في ايده. ليه انا ملف زي ملف الجواز والطلاق يبقى متحكم فيه مؤسسة دينية؟ انا حرة اتجوز، انا اتجوزت واحد لاسباب ما مش مرتاحة معاه وفي استحاله عشره، بيضربني بيبهدلني بيخوني، ما بيضربش ما بيبهدلني ما بيخونش، مش طايقاه خلاص مش عايزه اعيش معاه، استحاله عشره. ليه القرار في ايد الكنيسه؟ تقعدني 3 4 سنين 5 سنين، ولو انا فيا الرمق بقى وصغيره. يعني في واحده كان قالت لسه بدري عليك قوي انت لسه صغيره في العشرينات، نظام روحي كده تعالي لنا وانت في الخمسينات يكون خلاص مالكيش طلب، مفيش حد هيعبرك ولا يبص في وشك، نديكي ساعتها شهاده تغيير المله وتروح ترفعي قضيه طلاق. ليه القرار يكون في ايد ناس غير يعني مش عارفه اقول عليهم ايه؟ يعني ليه اتفهم ده لو انت في الاخر هتطالب انك تتجوز في نفس الكنيسه؟ لا، الناس اللي عايزه تطلق مدني خلاص طلقوها عايشوها. لان في خناقات، يعني مثلا واحده جوزها بيتعدى عليها، راحت غضبت عند اهلها بيستمر بالتعدي عليها، تروح القسم مثلا سوري، القانون المصري برضو يقول لها ما اقدرش اتدخل، اصل دي خناقات زوجيه، اصل انت مش رافعه قضيه طلاق، اصل انت مش مطلقه ومش رافعه حتى قضيه طلاق، تروح ترفع قضيه طلاق يقول لها لا اصل انت لازم تجيبي شهاده تغيير مله عشان انت مسيحيه،
تروح تجيب شهاده تغيير المله من القدريه، ولا لا دي لسه بدري عليك قوي، انت صغيره، انت عايزه بعد كام شهر كده ولا حتى سنه، بهدلتي سنه واحده بس نديك شهاده تغيير المله؟ لا، اقعدي لك كده مثلا 10 15 سنه كده لما تعجزي والشعر الابيض يطلع في شعرك في دماغك، ومبقاش حد يبص لك يتف عليكي بعد كده وعمرك يكون ضاع، يديك شهاده تغيير المله. طب تجيب محامي خاص يجيب لها شهاده تغيير المله، اقول لها يجيب لك الشهاده بس هاتي لي يعني من 50,000 غير اتعابي لمطالع. ليه؟ ايه الهدف؟ انك تصعبوا الدنيا قوي كده على الناس. واحده استحاله عشره مع واحد بيبهدلها، ولا عارفه تطلق، ولا عارفه اعمل له حاجه زي ريسترين اوردر اللي هو محضر عدم تعرض لان هو ستيل جوزي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي كده؟ ازاي دوله المفروض ان هي مصر بقى ام الدنيا والعراقه واحتفالات هنا واحتفالات هنا ونلبس فراعنه هنا ونعمل كباري هنا ونعمل، وفي الاخر مشكله زي دي مش عارفين نحلها؟ ليه؟ ليه لازم انا اروح اتذل وبعد كده انا ومزاجي بقى انا اعرف في ناس يعرفوا كهنه او يعرفوا ناس في الكنيسه في قدريه يدوهم شهاده كده، في ناس ما يعرفوش حد ما يدهمش الشهاده ويعذبوهم؟ ليه؟ ليه؟ ليه يحصل كده؟ وكلمه بقى للمسيحيين والمسيحيات، بطلوا تذللوا للكنيسه من الاخر كده. يعني هي شهاده تغيير المله اللي هتعمل لكم كده تطلقكم في مصر لغايه لما تبقى في قانون عادله، ولغايه لما البلد دي يصلح حالها، ولغايه لما يبقى في حد اصلا يعبركم ويسمع صوتكم ويعاملكم كانكم مواطنين، ما تبقوش انتوا درجه تانية في البلد. غيروا الكنيسه المصريه الارثوذكسيه، روحوا يا جماعه كاثوليك. يعني انتوا مثلا مطلوب منكم شهاده تغيير ملي، يعني شهاده تغيير ملي يعني ما تبقوش ارثوذكس، خلاص ما تبقوش ارثوذكس. بدل الكنيسه الارثوذكسيه دي ماسكه فيكم كده، ويعني حاولوا تفكروا باوت اوف ذا بوكس، يعني خلاص خارج الصندوق. يعني انت الاجانب ده يقول لك ايه، فكر خارج الصندوق. طالبين منك شهاده تغيير مله، يعني انت بقى طائفه تانية، خلاص اروح ادفع لنا 50,000 و100,000 في شهاده طائفه تانية؟ ما تروحي تغيري مله، روحي كنيسه كاثوليك تانية وتعمدي كاثوليكي وصلي كاثوليكي وتناولي كاثوليكي وخلصتي. هو انت لا اما تغيري دين عشان تهربي من حياتك، لا اما تفضلي قاعده متذلله كنيسه ارثوذكسيه؟ ما في حل في النص، خدي في النص، روحي بروستانت يا ستي، روحي روم اورثوذكس، روحي كاثوليك. كنايس وطوائف كتير جدا في مصر وفي الدين المسيحي ومفتوح يعني، وفي فليكسبيليتي وفي سهوله. روحي اي طائفه تانية، اقعدي بدل ما انت قاعده 5 6 سنين تقعدي تتمسحي في الكهنه في الكاتدرائيه وتبوسي ايديهم ورجليهم عشان يدوكي شهاده تغيير مله. انت لو رحتي ال5 6 سنين دول بكرامتك كنيسه تانية تصلي وتودي عيالك فيها وتحضري اجتماعات فيها، هيدوكي شهاده ان انت بقيتي معاهم في الكنيسه، خلاص خلصنا، الموضوع انتهى. يعني فكروا خارج الصندوق، ما تفكروش دايما وتزنقوا نفسكم في الحته دي. ما تسيبوش كل حاجه اصل الكنيسه ظلمانه، اصل الكنيسه مش عايزه تدينا. خلاص الكنيسه عندها مايند سيت ان هي عايزه تتحكم في الناس لاسباب ما يعني، والحكومه مديها السماحيه دي عشان خاطر اسباب ما، عشان خاطر يبقى مع بعض في السياسه. يعني الشعب الكنيسه يلا تعالوا اطلعوا انتخبوا ده ماشي، ما تنتخبوش ده ماشي، اطلعوا مظاهره ماشي. فهم ايه ماسكين الناس، فيمسكوا الناس ازاي؟ بحياتهم الشخصيه، بجوازهم، بطلاقهم، بحريتهم، ان هم ده يبقى متجوز ده يبقى عامل ده يبقى. فخلاص هم الكنيسه مصالح في الاخر، فبدل هم بياخدوا منك مصلحه وانت بالنسبه لهم مصلحه، خلاص ما تبقاش مصلحه ليهم. غير الكنيسه الارثوذكسيه المصريه، روح كنيسه تانية، بس روح انتظم في كنيسه تانية وتعمد في كنيسه تانية واحضر في كنيسه تانية. خليك مسيحي زي ما انت، بس غير كنيستك. طب ما احنا وانا صغيره كنت في مدارس كاثوليك وكنت بتناول مع الكاثوليك، وانا ارثوذكس كان كل يوم سبت بياخدونا الراهبات في المدرسه بتاعتنا في السويس، مدرسه البومباستير، وكنا بنروح الكنيسه الكاثوليك اللي هناك وكنا بنتناول وبنصلي عادي. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما تروحي هناك الكاثوليك روحي اي كنيسه تانية. الكاثوليك عندهم طلاق وتطلقي وتروحي بعد ما تاخدي طلاق مدني عايز تتجوزي تاني في الكنيسه، هيكوسوكي الكنيسه الكاثوليك. مش هقول لك تعالي هاتي شهاده تصريح الجواز من الكنيسه الارثوذكسيه، عادي يعني. وتيجي واحد تبقى انا بس في كذا واحده كانت مكلماني، ده اللي خلاني اعمل الفيديو. يعني هي سابته ومش طايقه تعيش معاه. انا بس عندي سؤال بس للرجاله المصريين في كده، لما تبقى واحده متجوزاك وقالت لك تقبل تعيش مع واحده هي مش حباك ومش طايقاك ومش عايزه تعيش معاك، ويكون ردك ايوه اقبل، وتفضل تطاردها، اي نوع من الذكوره انت؟ يعني في كويشن مارك هنا. اولا انت نوعك ذكر ولا انت مش راجل؟ يعني مبدئيا انت مش راجل لما تمسك واحده غصب عنها وتمسكها بلقمتها. اصل انا باكلك واشربك، هي مش جايه لك اصل من بيت ابوها كانوا بيجوعوها، ماشي؟ هي مش متجوزه عشان تاكل وتشرب. يعني مبدئيا مفيش واحده بتتجوز عشان تاكل وتشرب، الا اذا بقى في الاوساط القليله جدا 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 اللي انت جايبها من عشه في الشارع، كانوا عايشين في مجاعه
واللي زي دي اصلا مش هتبقى في موقف ان هي تطالب بالطلاق، يعني مش هتوصل للمرحله اللي احنا بنتكلم عنهم، هي هتبقى فعلا قاعده بلقمتها. فمش دي نوعيه الستات اللي انا بكلمها او بوجه لها الكلام. فانت مش تمسك واحده عشان قاعده بتاكل وتشرب، ماشي؟ هي كانت بتاكل وتشرب عند اهلها على فكره عادي، يعني بتاكل وتشرب وبتلبس وعندها موبايل وبتستخدم الانترنت، ماشي؟ وبتحط مكياج وبتعمل شعرها ومش واخدها ولما بتخش بيتك بتبقى مجهزه ودافعه. مفيش واحد في مصر بياخد واحده شنطه هدومها، لا انت بتبقى واخد واحده ابوها وامها مجهزينها كويس قوي، وكل واحده حسب ما ابوها يجهزها بقد ايه بيبقى ليها سعر في السوق. فانت واخد واحده عارف انها مجهزه وفرشالك البيت اللي انت نايم فيه، يعني فرشالك البيت اللي انت نايم فيه، مليالك التلاجة اول ما اتجوزت البيت اللي انت عايش فيه، يعني اكلت من خير ابوها وامها من الاخر كده، داخله لك بهدومها، فموفره لك فلوس ان انت تقعد كام سنه تشتري لها هدوم لان هي داخله بهدومها، فما تعيش دور الذكوره اللي ملهاش اي 30 لازمه، وتقول لها انا باكلك وبشربك وبصرف عليكي، والكدبه اللي بتقعد تصدقها، ماشي؟ الكدبه اللي بتقعد تصدقها. فانت واحده مش عايزه تعيش معاك، خليك محترم، خليك راجل، خليك مسؤول. خلاص يا عم، ما الستات كتير على قفا من يشيل، البنات كتير جدا، انا اعرف البنات في مصر اكتر من الرجاله يعني. اديها حقوقها واتفقوا وخلاص، موضوع خلص، موضوع خلص. وراعي عيالك، مش عايز عيال من الست دي ما تخلفش من الاول، يعني لو كنتش خلفت ده مش هتعرف تصرف عليهم وتربيهم وتبقى راجل وتبقى اب، ما كنتش خلفتهم من الاول. خلفتهم واللي حصل حصل، تتحمل مسؤوليتك بقى، تتحمل مسؤوليتك. خلاص. حاجه تانية عايزه اقولها كان في موقف، التربيه مهمه جدا جدا جدا، وكل المشاكل اللي بنشوفها دي من الرجاله اللي بتحصل في مصر سببها احنا الستات للاسف، لان اللي بيربي الراجل الست من الاخر كده. فرساله لامهات مصر اللي عندها ولاد، ربوا عيالكم، ربوا عيالكم، ربوا عيالكم. العيل ما بيترميش في الشارع، الشارع اللي يربيه لازم تكون ام تفهمه وتوعيه يعني ايه راجل، ربي راجل، ماشي؟ كان في موقف حصل هنا في كندا، ده اللي انا بيعجبني في التربيه هنا، ازاي بيربوا العيال، ماشي؟ فكان احنا كنا قاعدين في سيمينار يعني، فكانوا بيعلمونا ان تربيه العيال ومش تربيه العيال وازاي العيال بتتربى. بيقول لك في مشكله مره بين واحد ومراته، والاب على صوته وزعق شويه، فجت البنت قالت لباباها، قالت له سؤال بسيط جدا بالانجليزي بس انا هقول طبعا بالعربي، قالت له انت مين رباك كده عشان تطلع تتكلم مع ست بالطريقه دي؟ بس الطفله دي كان عندها 10 سنين، وصل لها الادراك ان هي قالت لابوها كلمه زي دي، قالت له انت مين رباك كده؟ يعني انت ازاي بتزعق في مامتي بالطريقه دي؟ انت بتهينها، انت ازاي اتربيت كده؟ يعني انت ازاي اتعلمت كده؟ ماشي؟ فدي نقطه مهمه جدا، بعمل فيديو اليوم. فدي نقطه مهمه جدا، يعني علموا عيالكم، ربوهم ان هم الست ليها طريقه معينه في المعامله، ماشي؟ تعملها باحترام، تخليك جنتل، تعامل معاه بطريقه كويسه، تخليك راجل، خليك راجل في التعامل. واللي بيطلع الراجل الام الست. اهتموا شويه بالاسره، لان الاسره هي اللي بتعمل مجتمع كبير. فنبتدي بحاجه صغيره والحاجه تكبر 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 لغايه لما تكون مجتمع كبير. رساله بقى للصفحات اللي بتقعد تحارب في الاديان، وده يعلق على الدين المسيحي ويقول لك مش عارفه ايه، وده يعلق على الدين الاسلامي ويقول لك مش عارفه ايه. يا جماعه انتوا مش فارق معاكم مصر، مش فارق معاكم البلد، انتوا كل حاجه بتفسروها للدين. انا صدقوني هنا انا عايشه في كندا وبشوف ناس ما عندهاش دين وبتتعامل بمنتهى الاحترام والاخلاق. حقيقي بشوف واحد كان معايا في الشغل كان ملحد، بيقول لك انا اسيت، يعني انا ملحد، ولما طلق مراته وكان بيخونها على فكره، يعني ما كانش مش قديس يعني، وهي طلبت الطلاق عشان هو بيخونها واخدت العيال ومشيت وقالت له لازم نبيع البيت وانت عملت فيا وسويت فيا. اداها نص البيت بكل احترام، انا كانت قاعده في البيت، يعني هو اللي كان بيشتغل، كان شغال في شركه كبيره. اداها نص ثمن البيت واداها نفقه كامله ليها، نفقه كامله لعيالها من غير ما يخشوا محاكم. قال لها انا مش هصرف فلوس عيالي او الفلوس اللي ممكن تستفيدي بيها انت والعيال على المحامين،
وبياخد عياله نص الاسبوع وبيطبخ لهم. هي على فكره صاحبت وجابت بوي فريند وحتى ما اتجوزتش، يعني اخلاقيا مفيش، ولكن هو من ناحيه مسؤوليته بالنسبه لعياله هو شايف ان هو ومراته دي اختلفوا، ما قدروش يكملوا مع بعض. هو ليس له دين، لا يؤمن بوجود اله، ولكن هو عارف ان دول عياله، هيفضل يشوفهم، هيفضل يوديهم التمارين، هيفضل يصرف عليهم، وهيديها نفقه ليها مع ان هي عندها بوي فريند لمده سنه، لان ده حقها، لان عاشت معاه. باع البيت وده نص البيت تجيب بيت لنفسها صغير مع عياله في كل حته. دول الناس اللي ما عندهمش دين. فاحنا مشكلتنا مش في مصر ان في 10 مليون مسيحيين و80 مليون مسلم، ان المسيحيين الانجيل بتاعهم محرف ومش محرف، وان المسلمين بيتجوزوا 4 ولا بيتجوزوا مش عارفه ايه. احنا مشكلتنا في الاخلاق. انا شايفه الناس يعني المعايير عندها اختلفت اذا كانت موجوده اساسا، ومحدش فيهم بيطبق الدين سواء كان هنا او هنا. من الاخر كده احنا شعب تدينه ظاهري، ولكن في ناس كتير ما تعرفش ربنا. عايز تبني المجتمع، يعني عايز تبني المجتمع، ابني الاسره، اعرف تكون اسره ازاي كويسه تراعي ربنا. ده انا بقولك انت مؤمن بقى سواء كان هنا او هنا، راعي ربنا في اللي معاك، راعي ربنا في بيتك. لما ما يحصلش نصيب راعي ربنا في اللي كانت متجوزاك، راعي ربنا في اللي في صلبك. العيال الصغيرين كانوا سواء كانوا صغيرين ولا كبار اللي انت قررت انك تجيبهم للحياه. ف وبلاش يعني، وحاولوا تفكروا انك تعيشوا في بلد كويسه، وفي اي بلد كويسه لازم يكون فيها قوانين تاني. مشكلتكم مش مشكله مسلمين ومسيحيين في مصر، مشكلتكم مش مشكله اي حاجه غير ان مفيش قوانين عادله. لما تنتهي كلمه في مصر انت بتعرفش انا مين من مصر، لما تنتهي حته ان انا اقدر ان انا اخش واقدر اقف قدام القضاء واعرف ان القضاء عادل، مش واحد يعرف القاضي فيطلع له حكم على مزاجه، ماشي، ابقى واثقه ان انا هخش قدام قاضي عادل سواء انا يعرفني او ما يعرفنيش، انا بنت وزير ولا بنت غفير هيديني حكم عادل. ان يبقى في سرعه، اللي عنده حق هيروح يشتكي وياخد حقه بسرعه. لما يبقى حد عنده مشكله هيقدر يخش اسمه بوليس ويتعامل باحترام وبأدميه. ولما يطلب منه صوره من المحضر يقول له اتفضل يا فندم حضرتك دي صوره المحضر، ما يشتموش بالاب والام وانت ابن كذا وانت ابن كذا. مش امين شرطه بقى في الشارع ماشي معدي وانت سايق مش عاجبك هات رخصك ولا تدفع لي رشوه لما اخد الرخص. مفيش قوانين. لما فكل المشاكل دي في مصر، كل المشاكل دي في مصر هي اللي مش عامله ان مصر بتتطور. لكن مش عشان مصر فيها دينين، مسيحيين ومسلمين، والمسيحيين بيؤمنوا بحاجات المسلمين شايفينها حاجات خرافيه، واحنا مسيحيين شايفين المسلمين بيؤمنوا بحاجات احنا مش مقتنعين بيها. مش هي دي مشكلتنا في الحياه، مش هي دي مشاكل الناس في مصر. بلاش تخلوا ناس تعميكوا وتضللكوا عن مشاكلكوا الحقيقيه اللي موجوده في البلد. حلوها وشوفوا انتوا ناقصكوا ايه، شوفوا الاقتصاد ناقصه ايه، القانون ناقصه ايه، الاسره الصغيره ناقصها ايه. اطفال في مصر مالهمش اي حقوق، الاب والام لو انفصلوا يرموا الاطفال عند اي حد. مفيش قانون يجبر الاب انه يدفع لعياله لو الام ما طلبتش. افرض الام دلوقتي والاب انفصلوا، الام رمت له العيال والاب عايز يتجوز فرمى العيال لامه ولا لخالته ولا لخاله ولا اي حد، مين بقى اللي يرفع قضيه نفقه بقى على الاب؟ مين يقف للعيال دي؟ في مكان بقى في شايلد مثلا، في منظمه زي احنا في كندا كده تكلمهم بالتليفون يجوا يشوفوا العيال دول قاعدين فين، بياكلوا بيشربوا ايه، ومين بيصرف عليهم. يقدروا عندهم اوثوريتي كده ان هم يجبروا طرف من الاطراف انه لازم يصرف عليهم ياخد باله منهم. يبتدوا يعملوا تشيك اب، زيارات للمكان اللي عايشين فيه الاطفال، يشوفوا الاطفال نضاف بيتعلموا، حد بيأذيهم نفسيا جسديا، جعانين شبعانين نضاف عيانين صحتهم ايه. في مكان بقى يقدر ان هو يبص على الاطفال اللي هيكبروا ويكونوا هم المجتمع اللي يرفع مصر. لا، فاحنا مشكلتنا مش في التناحر الديني بين الدينين. يا ريت يكون الفيديو بتاعي ده وضح حاجات كتيره، عشان كميه الكومنتات اللي بتجيلي اللي انا بتكلم في حاجه
واحس الناس بتعملي كومنتات كانهم مش سامعيني، كانهم فرحانين ان في واحده طالعه بتشمت. انا مش بشمت في حد، يعني مش بشمت في كنيسه ومش بشمت في جامع. انا بقول ان القوانين اللي تحتينا كلنا عايشين فيها في مصر مش منصفه لاي حد فينا. ماشي؟ ما تروحش تشمت في واحد وانت اصلا نفسك لو وقعت في مشكله محدش هينصفك، مفيش قانون ينصفك. تعلموا تسمعوا وتفكروا في الكلام. ماشي؟ يلا، يومكم جميل، سلام.